الجزيرة، من يسمع ردك؟ هل معنى ذلك الآن فكرة إرسال قوات برية أصبحت مجسدة فقط البحث في التفاصيل؟ طبعا وأنت تعلم دور المملكة العربية السعودية. لا يمكن للمملكة أن تعلن عن موقف دون أن يكون موقف حازم وواضح ونهائي، وبالتالي إعلان المملكة عن المشاركة بقوات على الأرض قرار لا رجعة فيه. وذكرنا ما هي الآلية وفق إطار التحالف الدولي لمحاربة داعش وبالتنسيق مع الأصدقاء في التحالف، وبالتالي قرار المملكة نهائي، ولكن يبقى بحث التفاصيل من خلال اللجان والاجتماعات القادمة لوضع الكيفية والآلية وحجم القوات. وبالنسبة للفعل إيجابية من الدول الأعضاء التحالف المشاركة بالفعل بقوات على الأرض، هذا السؤال يسأل لقيادة التحالف ولمن يدير التحالف. نحن نتكلم عن المملكة العربية السعودية، أما بالنسبة للدول الأخرى فلها أن تعبر عن مواقفها بسيادة كاملة. متى ستكونون جاهزين، وهل حصلتم على موافقة الحكومة العراقية بشأن مرور قواتكم من خلال الأراضي العراقية؟ نعم، تم الاتفاق مع الجانب العراقي، وستمر قواتنا من خلال الحدود العراقية المحاذية لسوريا من مدينة الأنبار في الأيام القادمة، كما أبدت عن استعدادها للمشاركة في التحالف الإسلامي الذي أعلن عن تأسيسه سابقا. Tabii bu eğitimi veren بالطبع عدد الجنود الذين يقومون بعمليات التدريب قابل للزيادة أو النقصان، وهذا يعتمد على عدد أفراد الأكراد البشمركة الذين يخضعون للتدريب. وعملية سحب هؤلاء الجنود غير واردة في الوقت الحالي، فالقوات التركية أرسلت إلى العراق بناء على طلب من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بهدف التدريب الشرطي والعسكري، كما أن اجتماعا ثلاثيا بين تركيا والولايات المتحدة والسلطات الكردية في شمالي العراق سيعقد في 21 من ديسمبر الجاري.